كابتني السلام عليكم اولا واخيرا. انا عارف ان انت مش بتحب تاخدها في وشك كده، بس انت عندك تمرينة رجل النهارده دمار، وهتعالج لك مشكله انت بتعاني منها وبتدور على حلها بقالك سنين طويله جدا. ايه هي المشكله؟ اللي انت بيكون عندك فخذ اكبر من فخذ، او الجزء اليمين مختلف عن الجزء الشمال. النهارده في التمرينه دي هديك الاسرار بتاعه لاعبين كمال الاجسام المحترفين ازاي بيعالجوا المشكله دي عندهم. لو تاخد بالك دايما وانت بتشوفهم على المسارح بتلاقي دايما عندهم تناسق رهيب جدا، لدرجه ان في حاجه اسمها بالانس هم بياخدوا نقط عليها. النهارده هشاركك الاسرار دي في التمرينه بتاعه الرجل، فكل اللي عليك انك تتاكد انك تكون عامل اشتراك للقناه ومفعل زر الجرس وتجهز معايا علشان عندنا تمرينه رجل دمار. يلا بينا. هنبتدي تمرينة الرجلين بتاعت النهارده بشكل احترافي شويه يا كابتني. اغلب الناس اللي انا بشوفهم في الجيم او اللي شفتهم في حياتي عامه بيكون عندهم عدم تناسق ما بين الجزء اليمين والجزء الشمال في اجسامهم وفي عضلاتهم. عشان كده النهارده التمرينه دي مبنيه بالكامل والترتيب بتاعها مبني بالكامل عشان نقدر نعالج المشكله دي ولو حتى جزء كبير جدا منها، لان هي المشكله دي بتكون عامل وراثي في البدايه، لكن بالتمرين ممكن نغطي عليها شويه. اللي بيحصل اللي انت ممكن يكون عندك فخذ اكبر من فخذ او كتف اكبر من كتف وهكذا. عشان كده ترتيب التمرين بتاع النهارده هيفرق 100%، فيا ريت تتابع الفيديو للاخر علشان تتاكد انك استفدت 100%. هبتدي التمرين بتاع النهارده رفرفه امامي بالرجلين اللي هو اسمه الليج اكستنشن، وتعالى نشوف هبتدي بالطريقه بتاعتي ازاي. هبتدي دلوقتي التمرين بتاعي زي ما قلت لك على الليج اكستنشن، بس التركايه هنا اللي انا هقعد على الكرسي وهشتغل برجل واحده بس. الفكره اللي انا هعملها اللي انا مثلا بشكل شخصي الجزء الشمال عندي هو اللي ضعيف، فبالتالي هبتدي بيه التمرينه بتاعتي وهجيب بيه مثلا لو انا هحط 10 كيلو في الشمال اجيب بيها 12 عده، فالرجل اليمين عشان هي اقوى فالمفروض هتقدر تشيل اوزان اكتر وعدات اكتر. بس اللي انا هعمله اللي انا همشي مع الجزء الضعيف بتاعي النهارده في التمرين. بمعنى ايه؟ بمعنى لو ان الرجل الشمال دي جبت بيها 10 كيلو 10 عدات، هعمل نفس اللي انا ممكن اعمله بالظبط هنا هعمله برده في رجلي اليمين حتى لو انا قادر اكتر في الوزن. ده المفروض مع الوقت هيعمل توازن ولو حتى بسيط ما بين الجزء ده والجزء ده. تعالوا نشوف. انا خلاص سخنت، فابتدي بالجزء الشمال عندي وهحط الوزن اللي انا المفروض هشتغل بيه. بص في ايدي علشان تتاكد ان انت بتتمرن صح على ليج اكستنشن برجل واحده بس. هتجيب رجليك تخليها مايله شويه اللي هي تكون في نص الكرسي، وتخلي ركبتك في نص الحته بتاعه المفصل بتاع الجهاز. بعد كده تفرد ظهرك ووسطك من تحت يكون لازق في الكرسي، ما يكونش مرفوع كده عشان ما تعملش ضغط على الفقرات بتاعه ظهرك. تثبت نفسك كويس على الكرسي، تاخد نفس، تشد عضلات بطنك. وفي ناس كتير قالت لي ازاي اشد عضلات بطني او ازاي افعل عضلات الكور. تخيل ان في حد هيديك بوكس في بطنك فبطنك هتلاقيها شدت وقفلت. اللي انت المفروض تعمله ان انت تتخيل ده بالظبط، هتلاقي بطنك قفلت. يلا بسم الله. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لما بنيجي نلعب بشكل فني او بشكل علاجي احنا مش بيكون هدفنا اللي احنا نكسر وزن في اليوم ده. فانا دلوقتي حاطط الوزن اللي يخليني اقدر اعمل مدى حركي كامل واكون مركز في كل عده، وفي نفس الوقت اكون حاسس بالوزن فعلا العضله اللي انا مشغلها. النهارده مش وقت اللي انا اكسر اوزان، انا بتمرن التمرينه دي بالشكل ده علشان اقدر احسن حاجات معينه في جسمي. وهي دي لعبه بناء الاجسام، اللي انت مش بتشيل حديد وخلاص، لا انت بتشوف الفنيات اللي جسمك محتاجها عشان تكون شكلك بالشكل المتكامل او نوعا ما متكامل، بحيث ان انت تقدر توصل لاحسن نتيجه ممكنه. هستريح 5 دقائق واخش على التمرينه اللي بعدها. بعد العظمه اللي عملناها على الليج اكستنشن تعال نخش على الليج بريس او المكبس. اهم حاجه اللي انت تحط الوزن تحت مش فوق علشان تحمل اكتر على الاماميات. لو حطيته فوق هيبقى تحميله الوزن نفسها محطوطه على الرجلين من ورا اكتر، فركز في النقطه دي كويس. وهكرر نفس اللي انا عملته على الليج اكستنشن اللي انا هتمرن برجل واحده بس والجنب الضعيف، والفيلير بتاع الجنب الضعيف مش بتاع الجنب القوي. تعال نشوف ده هنعمله ازاي. يا ربي بسم الله. احط رجلي مايله اللي هي تكون في النص، مش في النص، مايله اللي هي تكون في النص. افرد ظهري كويس وثبته، ازق، اقفل. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8. قلبي حاسس ان لسه فاضل عدتين. يلا يا رب. قول الزمان يرجع زمان. هستريح 30 ثانيه او دقيقه وخش على الجنب اليمين وهنقلك انت على الشكل اللي بعده على طول.
بعد ما خلصت الليج اكستنشن برجل واحده بس، قررت ان انا اريح جهازي العصبي وعضلاتي شويه واخش على السمانه، بحيث ان انا اقدر اتمرن سمانه كويس، ما اخدهاش في اخر التمرين فاكون مجهد، في نفس الوقت افصل جهازي العصبي عن الاماميات عشان ارجع لها تاني بتمرينه قويه جدا. السمانه عشان تقدر تجيب شكل القلب بتاعها لازم رجليك تبقى مفروده مع الحوض، وده اللي بيأمنه لي الليج بريس برده، علشان ممكن احط وزن على ظهري بس كده اكون بضغط على الفقرات بتاعه الظهر على الفاضي، مش كسبان حاجه. فبالتالي بقعد على الليج بريس وبشتغل بنفس الطريقه دي. ركز معايا كويس. بحط رجلي في النص، ولا هي 7 ولا هي 11 والكلام ده كله. بزق، ببتدي اخد الحركه من تحت، من اول تحت لحد اخر فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 هيب. تاخد بالك المره اللي فاتت في تمرينه الرجل بتاعت المره اللي فاتت قلت لك ان انت تعمل نص عده بس، والمره دي انا بعمل عده كامله من تحت لفوق. ده مش تناقض ولا تغيير في الكلام، بس انا كل اسبوع بحاول استهدف الالياف العضليه بشكل مختلف عن المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كنت بستخدم نص عده بس عشان استهدف نوع معين من الالياف العضليه. المره دي باخدها كلها عشان استهدف نوع تاني. لازم تمرينك يكون منوع على مدار الشهر، مش هتثبت حاجه واحده بس يعني. 5 دقايق راحه واخش الزاويه اللي بعدها. فمعايا يا كابتن يدخل بعديها على الرجل برجل واحده بس، اللي هي اللانجز او الطعن بما يسمى في العربي يعني. اهم حاجه اللي انت تتاكد انك تكون رجلك تعملها بنفس الطريقه اللي انا عاملها دي. خد بالك الترتيب التمرين بتاع النهارده المقصود بيه اللي انا اشغل جزء واحد بس من الرجلين، او اليمين او الشمال لوحدها، وده المطلوب علشان اقدر اتحكم في نقطه اللي في حاجه اكبر من حاجه ثانيه، بحيث ان انا الرجل اليمين اكون متحكم في عداتها والاوزان بتاعتها، والرجل الشمال نفس الشيء. مثلا لو انت حاطط البار بتاع السكوات على ظهرك وبتنزل بيه، فانت مش هتقدر تتحكم اليمين تزق ازاي والشمال تزق ازاي. عشان كده لازم يكون الجدول بتاعك الشهري في تمارين فرديه، او الجزء ده عن الجزء ده، علشان تقدر تتحكم في النقطه دي كويس. بص يا سيدي، اول حاجه بكون فارد ظهري، بكون واقف بمستوى الحوض بتاعي، باخد خطوه لقدام للجنب شويه، بفرد ظهري وبنزل بركبتي دي قبل ما تلبس الارض اكون زائق لفوق تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هستريح 30 ثانية واخش الجنب التاني عشان جهازي العصبي يكون قدر يجند الالياف العضلية بنفس القوة بتاعت المرة اللي فاتت تاني. وعلى فكرة انا شايفك اللي انت بتتفرج على التمرين ووصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك في القناة، فانزل دلوقتي اعمل اشتراك لحد ما ناخد راحة. انا كده خلصت الراحة بتاعتي يا كابتني، وهدخل بعديها رومانيان ديد ليفت. بس خد بالك اللي انا هشاركك حاجة مهمة جدا. تعالى يا كابتني. بص يا سيدي، زمان انا كنت دايما بحس بوجع في اسفل الظهر عندي، لحد ما بدات ادرس اللي انا بعمله اكتر وافهم علم الحركه بتاع التمارين ايه، واكتشفت اللي لازم اتمرن خلفيات وجلوتس بالاخص، علشان هي دي العضلات اللي بتخلي جسمي متوازن وبتخليني واقف بشكل مستقيم. طول ما انت بتركز على الاماميات بس وبتركز على عضلات ظهرك من فوق بس، وبتهمل القطنيه او بتهمل المنطقه اللي ما يسمى عليها القطنيه، لان ما فيش حاجه اسمها قطنيه، في فقرات القطنيه، لكن العضلات في عضلات بطول العمود الفقري هي اللي بتفرده. ما علينا، ده مش مشكلتنا دلوقتي. النقطة اللي انت لازم تتمرن خلفيات وجلوتس، علشان دي حاجة هتمنعك من الإصابات، وفي نفس الوقت هتديك باور عالي قوي في بقية التمارين التانية. تعال ناخد بقى رومانيان ديد ليفت. سمي الله الأول. التمرين بتاعت النهارده مجهدة قوي فعلا، من أحسن التمارين اللي أنا خدتها الشهر ده. وعلى فكرة هي بالشهر، لان انا مثلا الاسبوع اللي فات خدت السمانه نص عده، الاسبوع ده مركز اللي هي تكون عده كامله، فمش هنتظم بطريقه معينه. ممكن التمارين نفسها تكون هي طول الشهر او طول الشهور، لكن الاداء نفسه ممكن اخليه مختلف عشان استهدف اكبر كميه من الالياف العضليه. يلا بينا. هقف واخلي رجلي في نص البار وانا نازل، بفرد ظهري وبخلي ركبتي متنيه تانيه خفيفه، وبنزل لحد ما احس بشد في الجلوتس وفي الخلفيات. بعد كده بسحب تاني. يلا بينا، بسم الله. 1 2 3 4
6 7 8 9 10. تمرينه قويه جدا بتاعت النهارده دي، لازم تجربها وتقول لي رايك في الكومنت، او حتى تبعت لي مسج مخصوص تقول لي رايك فيها. كده يا كابتن خدنا تمرينة رجل النهارده من احسن الزوايا الفعاله. انا بجد فخور جدا بيكم كلكم، انتوا الفريق اللي انا فعلا فخور بيه فعلا، اللي انا ربنا رزقني بناس محترمين زيكم عندهم روح رياضيه وكمان بيحبوا الرياضه وبعدين عن الحاجات الوحشه دي. وانا فخور جدا ان انا جزء من الفريق بتاعكم ده، لان احنا كلنا فريق واحد. بس انا شخص بقدم لكم الخبره اللي عندي وكمان الحاجات اللي انا تعرضت لها سيئه، فبخلي الناس ما تتعرضلهاش. فاتمنى منك تفضل بنفس الشكل والجمال اللي انت فيه دلوقتي ده، والكومنتات الجميله اللي انا فعلا بتاثر في يومي بالايجاب. جزاكم الله كل خير. اتمنى منك ان انت تكون متاكد انك عامل اشتراك القناه ومفعل زرار الجرس. وشكرا جدا على متابعتك ووجودك. يا ريت تعمل شير لصاحبك عشان هو كمان يستفيد. ولو محتاج اي حاجه في مجال الفتنس عامه ابعت لي رساله او اكتبها لي في الكومنت. ولو محتاج نظام تدريبي وغذائي مصممين لاهدافك ابعت اسالني عن باقات التدريب الاونلاين. سلام.